في قول تربوي مأثور ينسب لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا بعتبره هو دستور في علم التربية لكل العصور ولكل البيئات. لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7 ثم اتركوا لهم الحبل على الغارب. يعني ببساطة إننا كآباء وأمهات نعيش كل مرحلة سنية مع أولادنا على طبيعتها وبطبيعتها. ال7 الأولى هي مرحلة إكساب الحب، الحنان، العطف، المرح، التوجيه الغير مباشر، عشان أعرف أكسب قلب ابني ويبقى فيه مكون عاطفي بينه وبينه، بعد كده أقدر أوجهه وأربيه من غير ما تحصل كلاشز. المرحلة التانية، ال7 التانية من سن 7 ل 14 سنة، وهي تعتبر من أهم مراحل التربية اللي بيمر بيها أي إنسان. ليه؟ لأن في الوقت دوت الطفل بيبقى نوعيا صبي، يعني مميز فين الصح وفين الغلط، وبالتالي بنبدأ هنا نغرس فيه العادات والتقاليد والسلوكيات وسيستم الحياة كله اللي حضراتكم عايزين تربوا ولادكم عليه. وكمان اكسبهم المعارف، تنمية مهارات، الثقافة، الاهتمام بالتعليم بيبقى بشكل مركز. يعني حضرتك في الوقت دوت أو في المرحلة ديت من 7 ل 14 بتقوم بدور المربي والمعلم والمؤدب لابنك، لأن إدراكه بيستحمل ده والمرحلة دي بتتطلب ده. نيجي على المرحلة الثالثة من سن 14 ل 21 سنة، ال7 الثالثة، ودي مرحلة شائكة جدا إن ما مرتش بسلام. طب تمر بسلام إزاي؟ إني أبدأ أربي وأعلم، مفيش مشكلة وهستمر، ولكن بميكانيزم مختلف، أسلوب تربية مختلف، أسلوب الحوار، النقاش، الإقناع العقلي مش العاطفة بس، وهو كده مش هينفع. وبالتالي لو إحنا مشينا بالثلاث مراحل دول بنفس السيكونس دوت بخصائص كل مرحلة في تربية ابني، عمر ابني ما هيحصل له لا خلل نفسي ولا اجتماعي ولا خلل عاطفي ولا خلل أخلاقي أبدا. تاني to brief بقى، أول 7 كوني طفلة مع طفلك، كوني طفلة مع ابنك، وده اتكلمنا عنه قبل كده في نظرية التقمص العاطفي وأهميتها. رقم 2 أكون معلم لابني، مربي لابني، موجه لابني، مراقب لابني بشكل التعليم بشكل مباشر والتأديب بشكل مباشر. المرحلة الثالثة أكون صاحب وصديق لابني، إن نتبادل أطراف الحديث. ما ينفعش اللي هو أكونفيرم وأجزم على أمر من غير ما ناقشه وأتحاور معاه، هيجيب نتيجة سلبية تماما. وبالتالي لو احنا مشينا بالثلاث مراحل دولت بالسيكونس دوت مش هيحصل أي مشكلة تربوية أبدا، وأنا هطلق ابني في المجتمع من غير ما أخاف عليه، هياخد قراره وهيسير حياته طبعا بحريته طبعا، ولكن بدون فوضى. مش هيبقى فيه خوف ولا قلق من بكرة.